في أقل من 40 ثانية العالم اتغير للأبد. لكن الغريب إن الكارثة ما بدأتش هنا، بدأت قبلها بسنين، بخطأ في التصميم وبقرار واحد محدش وقف قدامه. وفي 26 من إبريل عام 1986 الساعة 1:23 صباحاً العالم عرف اسم تشيرنوبل. بعض الأطفال في المدينة اللي جنب المفاعل كانوا مستنيين يوم الأول من مايو، اليوم اللي هتفتح فيه مدينة الملاهي لأول مرة. كان في لعبة واحدة الكل مستنيها، عجلة الملاهي، لكن العجلة دي عمرها ما دارت. في سبعينيات القرن الماضي الاتحاد السوفيتي كان عايز يثبت للعالم إنه يقدر يبني مستقبل يعتمد على الطاقة النووية، ومن هنا اتبنت مدينة اسمها بريبيات، مدينة حديثة واسعة شوارعها نظيفة، متوسط عمر سكانها 26 سنة فقط. على بعد كيلومترين كانت محطة تشيرنوبل، وأهم مفاعل فيها كان المفاعل رقم 4. من بره كان شكله عادي، لكن من جوه كان في سر هيغير التاريخ. تخيل إنك سايق عربية وفجأة اضطريت تدوس فرامل، لكن بدل ما العربية تهدى تزيد سرعتها. أكيد هتقول مستحيل، لكن ده تقريباً كان اللي ممكن يحصل داخل مفاعل تشيرنوبل. المفاعل من نوع RBMK، وكان فيه عيب تصميمي. بعض كبار المهندسين في الاتحاد السوفيتي كانوا عارفينه، لكنه ما كانش موثق بشكل واضح لكل العاملين في المحطة. وفي بيئة عمل الاعتراض على المسؤول ما كانش سهل. العيب ده لوحده ما كانش كفاية يعمل كارثة، كان محتاج سلسلة قرارات، وكل قرار قرب النهاية أكتر. إيه اللي خلى كل حاجة تخرج عن السيطرة؟ 25 إبريل 1986 كان المفروض يتعمل اختبار أمان روتيني اتأجل لساعات، فتغير الفريق اللي هيعمله. بدل فريق النهار بقى فريق الوردية الليلية. مهندس شاب عنده 25 سنة اسمه ليونيد توبتونوف، معاه مشرف الوردية ألكسندر أكيموف، وفوقهم نائب كبير المهندسين أناتولي دياتلوف. ولا واحد فيهم كان يعرف إن اسمه هيتكتب في كتب التاريخ بعد ساعات. المفاعل بدأ يختنق، الأرقام نزلت بسرعة، كان المفروض يوقفوا التجربة لكنهم كملوا. السبب مادة اسمها الزينون 135 بتتراكم جوه المفاعل وتخنق التفاعل. القاعدة كانت واضحة، القدرة نزلت لمستوى خطير، لازم توقفوا كل حاجة. لكن القرار اللي اتاخد كان عكس القاعدة تماماً، رفعوا القدرة تاني. في اللحظة دي محدش في غرفة التحكم كان يعرف إن عمر المفاعل بقى بيتحسب بالثواني. الساعة 1:23 و4 ثوان صباحاً بدأ الاختبار. في البداية كل حاجة كانت طبيعية، ثواني قليلة، ثم بدأت الأرقام تتحرك بسرعة غير طبيعية. التفاعل النووي خرج عن السيطرة، وبأمر من أكيموف مد توبتونوف إيده، ضغط AZ شرط 5، الزر اللي اتصمم عشان ينقذ المفاعل. لكن في تشيرنوبل حتى زر الإنقاذ ما قدرش ينقذهم. لكن الانفجار نفسه ما كانش نهاية القصة، الكارثة الحقيقية كانت لسه هتبدأ. كان في عيب تصميمي كان معروف لبعض المصممين والجهات الفنية، لكنه ما كانش معروف أو موثق بشكل واضح لمعظم العاملين في المحطة. أطراف قضبان التحكم كانت مصنوعة من الجرافيت، ولما القضبان بدأت تنزل حصل العكس. بدل ما التفاعل يقل زاد فجأة بشكل عنيف، ثم انفجار. غطاء المفاعل اللي قدر وزنه بحوالي 1000 طن اتقذف في الهواء. بعدها بثوان انفجار تاني مزق المبنى وكشف قلب المفاعل للسماء. فاليري خودمتشوك مشغل مضخة مات في نفس اللحظة، أول ضحية. جثته لسه تحت الأنقاض لحد النهاردة. بعد دقائق وصلت أول سيارات الإطفاء، كانوا واقفين فوق سطح مليان قطع من الجرافيت المشع. بعضهم التقطها بإيده من غير ما يعرف إنها بتصدر جرعات إشعاع هائلة. ساهموا في منع امتداد الحرائق إلى مبان ومرافق مجاورة، وكان إخماد الحرائق عاملاً مهماً في الحد من تفاقم الوضع. كتير منهم دفع حياته ثمن القرار ده. وفي نفس الوقت بريبيات كانت نايمة، مفيش أي إعلان،
ولا أي تحذير. بعد حوالي 36 ساعة بدأت الحافلات تدخل المدينة. السكان اتقالهم إنهم خارجين لعدة أيام بس. أغلبهم صدق وقفل باب بيته على أمل يرجع بعد كام يوم. لكن الأيام بقت سنين. وصل عدد المسجلين ل 115 ألف شخص في 1986 وحدها، و220 ألف إضافيين لاحقاً. بعدها بدأت واحدة من أكبر عمليات الاحتواء والتنظيف في تاريخ الكوارث النووية. على مدار السنوات التالية شارك مئات الآلاف من العاملين والجنود والمهندسين في المهمة، وتقدر أعدادهم بأكثر من 600 ألف شخص. السوفييت حاولوا يستخدموا روبوتات، لكن الإشعاع كان قوي لدرجة إنه عطلها. كان لازم البشر ينزلوا مكانها. كل واحد كان بيجري على السطح لثوان معدودة، يشيل قطعة خطام ويرجع بسرعة. توبتونوف، المهندس الشاب اللي كان عنده 25 سنة، اتنقل لمستشفى رقم 6 في موسكو ومات هناك بعد أسابيع قليلة. المفاعل اتغطى سنة 1986 بهيكل خرساني ضخم اسمه الساركوفاغوس، وفي 2016 اتبنى فوقه هيكل فولاذي عملاق اسمه محتوى الأمان الجديد. الرقم الرسمي للوفيات المباشرة كان 31 شخصاً، لكن آثار الكارثة امتدت لعشرات السنين، وما زال الباحثون يناقشون حجم تأثيرها الصحي الكامل. في 7 من يوليو ل30 من يوليو بدأت المحاكمة للفريق. دياتلوف كان أكتر واحد اتحاسب بقسوة، اتحكم عليه بالسجن 10 سنين، وخرج بعد 1990 لأسباب صحية، ومات سنة 1995 عن عمر 64 سنة، الأغلب بسبب التعرض للإشعاع. أما توبتونوف وأكيموف اللي كانوا في الوردية الليلية وقت الحادث، عيلتهم استلمت خطابات رسمية، لكن القضية ضدهم اتقفلت بسبب وفاتهم، يعني ماتوا من التسمم الإشعاعي قبل ما تتم محاكمتهم. في المحاكمة نفسها دياتلوف قاوم الاتهامات طول الوقت، قال إن المشغلين مش المسؤولين الوحيدين عن الحادث، لكن المحكمة ما خدتش في اعتبارها عيوب التصميم في المفاعل نفسه. تشيرنوبل ما انتهتش، هي لسه موجودة تحت آلاف الأطنان من الفولاذ والخرسانة، وفي مدينة الزمن وقف فيها عند الساعة 1:23 صباحاً. لكن الدرس الحقيقي إن أخطر حاجة في أي آلة مش العيب اللي فيها، لكن اللحظة اللي حد يشوف فيها الغلط ويقرر يكمل. لأن الكوارث الكبيرة نادراً ما تبدأ بانفجار، غالباً بتبدأ بقرار صغير محدش وقف يسأل عنه. وفي بريبيات لسه عجلة الملاهي واقفة مستنية أطفال عمرهم ما رجعوا. لو وصلت لحد هنا اعمل لايك واشترك في القناة وشارك الفيديو مع أصحابك واكتب رأيك في التعليقات.